سلام، شلا تكونوا كامل بخير بصحة وعافية. اليوم باش ندير معكم وصفة ان شاء الله تعجبكم، ولا جبت لكم مشروع صغير يعني خموا فيه. نديروا لي كيك في ليمول كما راكم تلاحظوا صغار، وصدقوني النتيجة بزاف هايلة. هنا دوكا دخلت وقت القراية، الناس تحب تشرب قهوة تدي قوتي لولادها، يعني ساهل ماهل اقتصادي، وصدقوني النتيجة روعة. قبل ما نبداو نصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واللي زارت قناتي لأول مرة وعجبتها واش نقول لك، اشتركي في القناة وديري جيم فضلا وليس أمرا، ونجوز المقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله. اول حاجه هنا في ريسيبيون نديرو حبه بيض يكون على درجه حراره المطبخ كيما دائما نقول لكم. هنا نجيبوا الفوي، انا هنا استعملت الفوي، اللي حبت تستعمل الباتر تستعمل، لكن غير بالفوي صدقوني تعطيك نتيجه بزاف هايله. هنا نضيفوا كاس تاع السكر ناقص 2 دوا ونخلطوا مليح، ونضيفوا ايضا كاس تاع الزيت ناقص 2 دوا ونخلطوه حتى يذوب لنا هذاك السكر، يعني حتى نحسوا بلي كامل ذاب لنا هذاك السكر. ونضيفوا ايضا كاس تاع نص كاس تاع الحليب، ما يكون بارد ما يكون سخون، يكون على حسب درجه حراره المطبخ. ونخلطوا مليح ونضيفوا النواشف. هنا نجيب ملعقه كبيره تاع كاكاو بني كما راكم تلاحظوا، ونغربلوه باش ما يتربناش فيه هذوك الحبيبات. هنا دائما نقول لكم لازم يكون الكاكاو هذيك النوعيه المليحه، كاين دي فوا تروحي تشري تلقايه هاك شغل محبب، دي فوا مر. هذا يعني ننصحكم تروحوا تشروه من عند هذاك لوازم اللي يبيع لوازم الحلويات، يعني مضمون. هكا نديروا الكاس الاول تاع الفارينه، وايضا لازم نغربلوها هكذا وندخلوها في الخليط هكذا. يعني كما راكم تلاحظوا مازال نستعمل الفوي. نديرو لاليفور، هنا درت كيس تاع 10 غرام، كيس تاع لاليفور، وايضا لازم نغربلوها. نضيفوا الكاس الثاني، هنا الكاس الثاني نديروه بالتدريج، ما نديروش على ضربه هكذا، ونبداو نخلطو حتى نحصلوا على القوام اللي رانا حابينه هكذا. نكملوا كامل الكاس الثاني هكذا وندخلوه في الخليط حتى نتحصلوا كما قلت لكم على القوام اللي رانا حابينه. هنا درتي الفرينه وجاك ثقيل، ديري هكا شويه حليب يكون دافي ولا ما يكون دافي وضيفيه باش يعني تخفف لك شويه. هنا نجيبوا هادو ليمول، انا هنا شريت 6 ب20,000 كما راكم تلاحظوا، يعني ما يكونوا كبار ما يكونوا صغار، هذا هو الشكل تاعهم. يعني صدقوني بزاف هايلين، كما قلت لكم لاصحاب المشاريع يعني راح تنجحي فيه ان شاء الله. بالكميه اللي عطيتها لكم درت 4 هكا بهذا الشكل. انا هنا درت فاني وشوكو، يعني ب4 حبات بيض، يعني قادره ديري كميه لاباس بيها هكذا. هنا ندير يعني هذه كاختياري، انا ضفتو درت بيبي شوكولا وانتي كيما حبيتي. هنا صراحه درتو للدار، يعني ما درتوش باش نخدم به ولا، لكن عطيتكم فكره كمشروع حبيتي تخدمي به، يعني صدقوني يعطيك نتيجه بزاف هايله. هنا نديروه بعد ما كملنا الفور يكون شاعل مقبل، يكون هكا واحد 10 دقائق شاعل مقبل على درجه انا كما دائما نقول لكم الفور تاعي 120، نتوما على حسب درجه الحراره اللي عندكم. نطيبوه من التحت، بعد ما يطيب لنا من التحت ويطلع نحمروه من الفوق، وهذه هي النتيجه والتزيين الاخر. يعني وش عندك في البيت، وهذا هو الشكل بعد ما كملناه. ان شاء الله يكون نال اعجابكم وتجربوا، صدقوني يجي خفيف، يجي ما شاء الله. ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الجيم تعليق محفز، نتقبل حتى انتقاداتكم واقتراحاتكم، وفي الاخير واش نقول لكم تهلاو في روحتكم وبزاف بزاف صحيحتكم. مع السلامه.